بط رمضان جاهز معانا، وهنبدأ نشوف الأوزان وتركات، وزي ما قلت لكم الأسعار زادت أهو. يلا بقى ندخل الفيديو ونذبح مع بعض ونشوف هنعمل ايه. وفعلي الجرس عشان نوصل كل جديد بإذن الله تعالى. أولا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وكمان نزيد عليه صلاة إن شاء الله. طبعا فيديو جديد وفيديو مختلف النهارده، طبعا زي ما عارفين داخلين على الصيف، واحنا طبعا كنا عاملين نشة حمام، بس النظام بتاعها عاملينها سلك وكده فوق السطح. فهنبدأ دلوقتي ان شاء الله، هنشيل السلك ده تمام ونظبط امورنا باذن الله. طيب هنعمل ايه بقى يا رودي؟ بصوا كده. اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام. انا بقى هنفك السلك. احنا طبعا كنا عاملينها عشه رومي دي، فطبعا عاملينها مكلفه يعني. تمام. عايزين نفضي الاوضه برضو، عشان بس ايه هنغير حاجات وهنعمل حاجات يعني. تمام. زي ما عارفين طبعا السطح يا جدعان، يعني احنا بنربي فيه حمام، بنربي فيه بط، بنربي فيه وز مثلا، حاجات كده يعني. تمام. يعني عشان عندنا الارض مثلا بتزرع وكده، فاحنا بنربي الحاجه دي، وعشان العدد بتاعنا طبعا ما بنعتمدش على الرياشه والكلام ده، واللي غيران مننا يجي يعمل زينا. وصلى على النبي والنبي، عشان بس عين الناس وحشه، واعوذ بالله يعني مش تكبر ولا حاجه، لا والله. الناس يعني فاكره ان الحاجات دي بتيجي كده بالسهل يعني. تمام. طيب هنعمل ايه بقى؟ هنبدأ نفك كده. احنا عاملينها بالسلك، فقلنا بدل ما احنا نشتري سلك، يعني السلك ده كويس جدا. تمام. لان متر السلك عامل كام؟ دكتور ده عاملينها ده اسمنت بقى، محوطينها باسمنت، لان ايه في فيران وكده. ورا البيت ده السطح مندرة، المندرة دي بتاعتنا طبعا. تمام. فلما فيران عشان فيها مخازن وفيها شجر وفيها كده يعني. فطبعا اي حاجة مندرة او اي حاجة بتبقى ايه، بتاع ده يبقى فيها تعابين والكلام ده وفيران. فهو اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام. نبدأ بقى نشيل اهو. وعايزة اقول لكم بس قبل ما ادخل في حاجة تانية، متر السلك عامل 50 جنيه. والسلك بتاعه جديد يعني. تمام. فده طبعا كنا مسطحين عليه من فوق، رامينه من فوق يعني وكده اهو. اللهم صل على النبي. ننضف كده الأوضة ونظبطها ونشيل الحاجة دي، وإن شاء الله بإذن الله حاجات جميلة جدا وتركات. ودلوقتي هندخل نفطر الطير ونرجع تاني اهو. اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام. بط رمضان اللهم صل على النبي، ان شاء الله بإذن الله هيلحق. هنبدأ بقى يعني هندبح اللي هو كبير، والصغير عادي هيتساب كده كده. طبعا انا حاطه طبعا البط بتاعي في الاوضه التانية، هوريكم دلوقتي اللي هو هيبدا يتذبح ان شاء الله باذن الله في رمضان. ونشوف دلوقتي حلاوه البط ده باذن الله، من تربيه من اكل من كل حاجه ان شاء الله. ولو وصلتي معايا لحد هنا اعملي لايك وشير، وان شاء الله باذن الله ندخل دلوقتي نشوف البط بتاعنا باذنك يا رب، ونرجع كمان مره ان شاء الله.
طبعا وده بط رمضان اللي انا قلت لكم عليه، محتاج بقى ان احنا تهتم بيه يعني من تغذية من كل حاجة. خلاص هو جاهز كده للذبح. اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام. دي حاجة تحفة جدا، حاجة اللهم صل، أوزان حلوة يعني يتذبح على طول. تمام. خرطت لهم بقى العيش، وخرطت لهم بقى البتاع ده، عيش بقى وخضرة والحاجات دي. طبعا زي ما عارفين أسعار اللحمة غالية زي النار دلوقتي. كيلو اللحمة عامل 150 جنيه أو 140، اللي هو العجالي أو الضاني. تمام. الضاني ب130. المهم بقى هنجيب طبعا احنا دي مع ده ونوفر كده، والبط غالي. البط عامل الكيلو عامل 60 جنيه أو 55، يعني اغلى من الفراخ التسمين اللي هي البيضة اللي هي مبتديش في الجسم اصلا، وهي مع الصيام وكده ما بتنفعش. تمام. هي اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام اهو. الاوزان بتاعتنا والاحجام اهي. اللهم صل على النبي. لما نيجي نذبح اهو شايفين تقل. لما نيجي نذبح هنذبح مع بعض ان شاء الله باذن الله. وانتظروني بقى في فيديوهات الذبح باذن الله. هنذبح مع بعض وهناكل، ونشوف طعم البط بتاعنا ده باذن الله. وما تكتريش علف قبل الذبح، عشان بس ما تبانش في الشوربه معاكي او في الحشو او في يعني بيبقى طعمها باين وظاهر وكده. خلطي معاه مثلا برسيم، خلطي معاه ذره، خلطي معاه عيش، حاجه زي كده. يلا بقى انتظروني بقى في فيديو جديد وفيديو احسن من كده في الاوزان الجميله بتاعتنا دي ان شاء الله. ونقول بقى نرجع ونقول بط رمضان جاهز ان شاء الله.